لما تركب العربيه وتيجي تظبط الكرسي عليك، فمهم جدا ان انت تظبطه، مش بس ان انت تبقى قاعد مرتاح، لا كمان تبقى طايل البدلات بشكل كويس وطايل الدركسيون كمان بشكل كويس. يعني ايه؟ يعني انا المفروض لما بقعد في الكرسي انا كده ظابط الكرسي على قعدتي، فهنا رجليا واخده الوضع ده، مش قاعد على الكرسي ورجليا يا دوب طايله بالعافيه، بمعنى ان انا لما اجي اقعد بدوس دبرياج على الاخر وطايله كويس ومتحكم فيه. لما باجي امسك الدركسيون فمهم جدا ان ايديا تبقى واخده الوضع ده، بحيث ان انا لما اجي الف الدركسيون يمين اقدر الفه كتير، او لما اجي الفه شمال اقدر برضه الف كتير وابقى متحكم في العربيه بشكل كامل. لان ناس كتير بتيجي تقعد في العربيه والاقيه يوم جاي مرجع الكرسي لورا خالص، طب دوس دبرياج الاقيه يوم جاي طايله بالعافيه. طب ما انت مش طايله، يقول لي لا بس انا مرتاح في القعده. طب امسك الدركسيون، يوم جاي ماسك الدركسيون كده، طب لف الدركسيون، يبدا ان هو مش طايل حتى يلفه، يقول لي بس انا مرتاح في القعده. هو مش فكره ان انت تبقى بس مرتاح في القعده، على قد ما محتاج ان انت تبقى متحكم في كل